السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رفيق. اليوم جبت لكم وصفة طاجين البي. هذه الوصفة غنية بالفيتامينات. نمر للوصفة وطريقة التحضير. للوصفة نحتاج نصف صدر الدجاج قطعته شرائح بهذه الطريقة. زدت معاهم حبة بصل كبيرة. جبت المقلة ديالي حطيت فيها البصل وهذاك الدجاج اللي كنت قطعته شرائح. زدت معاهم 4 مغارف زيت، زدت معاهم غرفة ملح، راس الحانوت. حطيت كل شيء يتقلى. من بعد جبت مقلة واحدة أخرى حطيت فيها 2 ربطات السلق بعد ما غسلتهم مليح وحطيتهم على نار باش يتلقوا لي هذاك الماء ديالهم. بعدها زدت معاهم توم والملح. خليت كل شيء يتقلى مليح ويشرب هذاك الماء ديالو السلق. بعد ما تقلى لي كلش مليح جبت ان ريسيبيون درت فيه هذاك الدجاج والبصل اللي كنت قليتهم. جبت كميه من الفرماج زدتها للدجاج ديالي. انا هنا درت فرماج حبات، كان عندي فرماج حبات درتو، انتي ديري اي فرماج كان عندك. هنايا جبت 2 حبات بيض زدتهم للخليط ديالي. خلطت كل شيء مع بعضه. جبت 4 كاس حليب زدته مع الخليط ديالي. خلطت كل شيء. بعدها جبت السلق ديالي زدت له حبيبات فخوماج، زدت معاهم 2 حبات بيض. خلطت كلش هذاك السلق مع البيض والفخوماج. جبت المول اللي يدخل الفوغ اللي كنت دهنته بالزبده، فرغت فيه الدجاج. جبت السلق ديالي فرشته فوق هذاك الدجاج بالمغرفه، سقمت له كامل الوجه ديالو باش يجي الوجه تاعو شباب. بعدها جبت فخوماج كاري درته كامل فوق هذاك الوجه تاع السلق. دخلته للفوغ على درجة 180 مدة 30 دقيقة. شعلت له الفوغ من الفوق ومن التحت حتى تحمر لي الوجه. هذا هو الشكل النهائي تاع خبز الباي ديالي تاع نهار اليوم. ولا عجبتك الوصفة تاع نهار اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم وخلوا لي رايكم في التعليق. واللي ما راهيش دايرت لي ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا. على بروشان. السلام عليكم.